املاك اشرف حكيمي اللي في البنك؟ ما عنده ولا مليم، ما عنده ولا قرش ولا شيء. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم الياس. الهضره هذا النهار كامله على حكيمي وكيفاش دار عمره في خاويه وريمونتادا خطيره لطريقته، كي دار نصب عليها نصبه مزيانه. شوفوا معي ليتس اقوى ريمونتادا في التاريخ كله. طبعا كلنا عارفين في قانون اوروبا ثروه الرجل تقسم النص للرجل والنص الثاني للانثى، وعلى هيك اغلب المشاهير في اوروبا ما بيتزوجوا، ومنهم كريستيانو رونالدو. وكلنا سمعنا بالفتره الاخيره انه زوجة اشرف حكيمي طلبت الطلاق من حكيمي بعد القصه اللي طلعت عليه، وراحت وبدات اجراءات الطلاق، لكن انصدمت برد المحكمه عليها لما حكوا لها انه ما في اي شيء مسجل بسجلات البنكيه لاشرف حكيمي. اشرف حكيمي عمل عليها ريمونتادا ما صارت بالتاريخ كله، مسجل ثروته كلها باسم الوالده الله يحفظ له اياها. كم انت كبير يا فخر المغرب. كل الحب. تعال معايا خليني اقول لك على اقوى اسيست عمله اشرف حكيمي في مسيرته. الصراحه كيفني على الاخر. زوجة اشرف حكيمي سوت معاه مشاكل وطلبت منه الطلاق، وما في دخان بدون نار. الظاهر انه اشرف حكيمي كان عارف هذا الشيء من اول، فقرر يسوي حركه يعني الصراحه ولا اروع. طلبت منه الطلاق، الان هم اتطلقوا. طيب تعال يا حبيبي يا اشرف، معروف النظام هنا يقول انه 50% بيني وبينك، املاكك تقسمها 50-50. طيب حلو يا حقه، ما تيجي تشوفي املاكي كم املاك اشرف حكيمي اللي في البنك؟ ما عنده ولا مليم، ما عنده ولا قرش ولا شيء. انا مسكين صح، باخذ $1,000,000 في الشهر من النادي الباريسي، ولكن انا ما عندي ولا حاجه. طيب كيف؟ ايش اللي صار؟ بكل بساطه اشرف حكيمي اعطى اسيست للوالده، قال لها اسمعي، كل فلوسي اليوم مكتوبه باسمك. كتب كل حاجه باسم امه، وهي يروح يقول لامه نبغى 50-50. ها مرحبا بكم. بالنسبة لأهم الأخبار التي تصدرت اليوم الصحف الهولندية وأيضا الصحف البلجيكية ليوم الجمعة 14 أبريل، وأهم ما جاء فيها: أشرف حكيمي لاعب المنتخب المغربي وأيضا لاعب فريق باريس أن جيرمان، يعد واحد من أغنى اللاعبين في فرنسا. كان تزوج بالممثلة الإسبانية من أصول تونسية هبة أبوك. قبل مونديال كأس العالم الذي نظم في قطر كانت مشاكل عائلية بين أشرف حكيمي وزوجته، وبعد مونديال كأس العالم ازدادت المشاكل فيما بينهما، والأسباب تعود أن أشرف حكيمي يعطي أهمية كبيرة جدا لأمه، وخاصة بعدما اتجهت عدسات الكاميرا في مونديال قطر إلى أشرف حكيمي بدل من زوجته هبة أبوك، وهنا ازدادت المشاكل بين أشرف وزوجته. زوجته هبة أبوك كانت تنتظر فرصة لكي ترفع دعوى قضائية، دعوة الطلاق، على زوجها أشرف حكيمي وتحصل على نصف الثروة التي يمتلكها، يعني كما حصل مع معظم اللاعبين والممثلين وأيضا رجال الأعمال. لنعطي مثال لكريستيان رونالدو، السبب الذي جعله لا يريد الزواج من صديقته جورجينا رغم أنهم لديهم 3 أطفال هو خوف من أن تطلب الطلاق وتحصل على نصف الثروة التي يمتلكها كريستيان رونالدو. لنعد إلى أشرف حكيمي. منذ شهر ظهرت شابة فرنسية ادعت أن أشرف حكيمي قام باغتصابها، وبسبب هذه الدعوة وجدت زوجة أشرف حكيمي فرصة لكي ترفع دعوة الطلاق بأسباب الخيانة. بالنسبة للفتاة الفرنسية التي رفعت دعوى اغتصاب ضد أشرف حكيمي، المحكمة لم تقم بنصفها، لم تنصفها المحكمة بسبب أنه لا يوجد هناك أدلة كافية في قضيتها. أما بالنسبة لزوجة أشرف حكيمي، بعدما انفصلوا بعدما طلقوا اتجهت إلى المحكمة كي تحصل على نصف الثروة التي يمتلكها أشرف حكيمي، واتضح أن أغلبية الثروة التي يمتلكها أشرف حكيمي توجد باسم أمه. وأيضا زوجة أشرف حكيمي بعد انفصالهما بمدة شهر دخلت في علاقة جديدة مع عارض الأزياء الإسباني كشكل من الاستفزاز لأشرف حكيمي. ما رأيكم؟ نقولوا لي انتم ما رأيكم؟ شوف، بعد هيك واحد of the most high paid شوورة ديال العالم تكتب كل شيء لامك، هذه بوحدها سالينا هاد الثقة درس في الحياة، درس باش نعرفوا بلي راه كاين ملجأ واحد في هاد الدنيا،
طير 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 كتجي عند المن، عند الوالده. لهذا الله يخلي لكم ولدكم ويطولها في عمرها، هي السند، هي الظهر، هي كل شيء. ولكن مع هاد النوع د المسمومات هذه وكاع الامثال ديالها ما يصلح بحال هاد اللقطات، لان صعيب انه يعني كنسمعوا كيطرا داك الشيء في دي كولتور اخرين ديال بحال مثلا كريستيانو. جيف بيسوس الرئيس ديال امازون راه كان نمبر 1 هبط للتسعود ولا في شي حاجه في اغنى الناس بسبب مرته، لان قسم معها الثروه ديال امازون كامله في جوج على جوج. يعني بامكانكم تخيلوا قداش الضرر اللي يقدر يوقع لشي واحد اللي مثلا لاباس عليه من هذه الناحيه هذه. بيان سور الا كان هو ظالم فنقدر نكون مع 100%، ولكن الا غير هكا جا دي زورمون وما بقاش عاجبها الحال وبغات تلقاها ولا بغات تبروفيتي ولا شي حاجه، في هذه اللقطه هذه كنتمنى انها تعمم شي شويه باش اي واحد بقى يدير عمره في خاويه. ولكن صراحه الله لقطه خطيره. المشكل هو ان ما لقاو، ماشي اللي حمقني انا ماشي هو ما لقاو عنده دار ابارتومون كذا، ما لقاو عنده والو، كاتب كل شيء في سميت امه. انا والله ما شيقت في والله يسحبني خبر كاذب، قلت ما كاين شاد الاخبار دوالو، ما انا ما بلانش. ولكن في الاخر صاحبي الصحافه ديال العالم كامل سمعتها في الصحافه ديال برا، وانا نقول حباس هادو مادام الصحافه برا تيهضروا على هذا البلان، اذا راه البلان كاين. شنو بالكم فيه، ناضي ولا ماشي ناضي؟ بالنسبه للبنات المغرب شفتكم كلكم عاجبكم الحال في هذا البلان هذا. كون كان دارها شي مغربي في المغرب كون راكم شابعين فيه السبان، ولكن حيت دارها حكيمي عاجبكم الحال. يا المسيميمات، فوالا هادشي اللي كاين. اي وحده مسيمه تضحك معكم، ولكن المسمومات بصح يستاهلوا بحال هكا وكثر. يلا تهلاو في راسكم، نشوفوا ان شاء الله فيديو واحد اخر. السلام على سيدنا محمد، بيس.